قالت صحيفة قورينا الليبية إن 14 شخصا أصيبوا بجروح في اشتباكات وقعت في ساعة متأخرة من مساء أمس بين مئات من متظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بإطلاق سراح محام ينشط في مجال حقوق الإنسان ومؤيدين للحكومة. ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان ومصادر محلية في المدينة أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المتظاهرين من جهة ومؤيدين للحكومة وقوات الشرطة من جهة أخرى. من جهته تحدث التلفزيون الليبي عن تنظيم مظاهرات في مختلف أنحاء الجماهيرية تأييدا للعقيد القذافي. ويعتقد مراقبون أنه مع اقتراب موعد احتجاجات مقررة يوم غد الخميس فإن ليبيا تتجه نحو اختبار قوة بين المعارضة والشباب المفتونين بزخم ثورتين تونسية والمصرية من جهة والنظام العقيد معمر القذافي من جهة أخرى. هل من عاصم للجماهيرية الشعبية من الثورات الشعبية؟ كلما دنا يوم الخميس اقترب ميقات واحدة من الفرص النادرة في ليبيا للمطالبة بالتغيير، وذاك مطلب يتحدى سلطة عمرها 42 عاما، سلطة يقول العقيد الليبي إنها بيد الشعب. لا يشاطره ناشطو المعارضة الرأي، وإلا فلما ظهرت دعوات على الإنترنت إلى التظاهر سلميا في ليبيا يوم الخميس ضد الفساد والفقر كما يقول أصحاب المبادرة. ليس حراكا في العالم الافتراضي فقط، فهذه مثلا الرابطة الليبية لحقوق الإنسان تدعو المجتمع المدني في ليبيا إلى المشاركة في وقفات الخميس الاحتجاجية، وتحذر الرابطة السلطات من مغبة استخدام العنف ضد المحتجين. دعوة أخرى أجرأ من مئات الشخصيات الليبية المعارضة و13 هيئة وتجمعا وحزبا معارضا لنظام القذافي إلى انتقال سلمي نحو مجتمع تعددي. حتى الجماعات الليبية المقاتلة التي أفرج عن كثير من معتقليها بعد مراجعاتهم في السجون نال منها التململ والاحتقان. الحركة الإسلامية الليبية للتغيير هي الوجه الجديد للجماعة في الخارج. بيانها التأسيسي دعا المناصرين إلى المشاركة فيما سمي يوم الغضب الليبي بطريقة حضارية وسلمية. وتحذر الجماعة من أن طوفان الثورات الشعبية لا ينتظر إذنا من أحد. أما تحذير العقيد الليبي فمن مغبة المشاركة في أي اضطرابات تشيع الفوضى كما يقول، ولذلك يشن حربا استباقية منها ما هو بلغة الإعلام التقليدي منه والجديد. تحذير من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وغلق لمواقع المعارضة في الخارج، وحملات مضادة أطلقتها الحكومة على الشبكة العنكبوتية. وقبل ذلك وعيد من القذافي لصحفيين التقاهم منعا لأي تفاعل مع ما قد تكون ثورة شباب. وإذا كان ذلك ترهيبا فللترغيب من تلك السياسة نصيب، فالقذافي الأب يمهد كما يبدو لعودة صدور صحيفة قورينا اليومية التي كانت تصدرها مجموعة الغد الإعلامية المملوكة لنجله سيف الإسلام، كما أعطى موافقته على استئناف بث برنامج إذاعي لم يكن أقل نقدا للمسؤولين من صحيفة قورينا. هل هو الوعي بمخاطر ما هو آت؟ ربما، لكن الزعيم الليبي كما كان يفعل رئيسا تونس ومصر المخلوعان يتحدث عن أطراف خارجية تعمل على زعزعة استقرار البلاد، ويزيد عليهما خصوصية ليبية، هي أن البلاد كما يراها تنفرد بنظام سلطة يحفظ للمواطن الليبي العيش بحرية وكرامة. ألا يزال هذا الخطاب يقنع؟